المصريين هم كانوا أول من قصف تل أبيب في 48 قصفا جويا. أهل يافا قصفوها بالمدفع الذي صنعوه تصنيع محلي، لكن أهل الجيش المصري قصف تل أبيب قصفا جويا. وبن غوريون في وثيقته بيتحدث عن لحظة القصف، يعني يستذكر لحظة القصف المصري وأثر هذه اللحظة عليه وعلى اليشوف اللي هم السكان الصهاينة الموجودين في فلسطين آنذاك في منطقة تل أبيب. لاحقا تحدث العدوان الثلاثي اللي هو كان هدفه الأساسي، يعني جزء مركزي ورئيسي منه محاولة إضعاف الدولة المصرية قبل أن تصعد، ومحاولة استباق صعود القوة المصرية. لكن مسار القوة المصرية بقي فيه اهتمام في هذا الجانب. في سنة 1960 اكتشف الصهاينة، تفاجأوا بإعلان مصري عن نوعين من الصواريخ وعرض عسكري لهذه الصواريخ وتهديدات مصرية للصهاينة أن هذه الصواريخ ستطال عنكم. ولاحقا هذه تعتبر يعني في لحظة